الله يسعد لي كل أوقاتكم يا رب. اليوم رح نعمل مع بعض كيكة التفاح. أول شي بحتاج 6 حبات من التفاح، رح أبرشهم بهاي الطريقة. وهلأ بعد ما برشتهم ال6 حبات رح أحط عليهم معلقة صغيرة من القرفة ومعلقتين من السكر. طبعا فيكم تحطوا باودر أو مثل هيك، ورح أحطهم على جنب. للكيكة بنحتاج 4 بيضات، معلقة كبيرة من الفانيلا، ورح أخلطهم هلأ مع بعض. هلأ رح أحط كاسة كبيرة من السكر على البيض والفانيلا ورح أخفقهم كلياتهم مع بعض. وبحتاج كوب من الحليب السائل، وإذا ما عندكم حليب سائل فيكم تحطوا معلقتين من الحليب الباودر وعليهم مي وتخلطوهم بهاي الطريقة. ورح أحطها هلأ فوق السكر والبيض والفانيلا. طبعا أكيد لازم نخلي البيض والسكر ينخفقوا مع بعض كتير منيح. وهلأ رح أضيف كاسة من الزيت، طبعا الكاسة نفسها اللي بعير فيها كل المقادير. رح أضيف 3 معالق من البيكنج باودر، وهلأ بحتاج كوبان من الطحين وربع معلقة من القرفة، وراح أخلطهم مع بعض وأضيف الخليط عليهم. وهلأ راح أضيف نص كوب من الجوز أو البيكان. بالقالب عندي راح أحط زيت وراح أدهنه بهاي الطريقة، وراح أضيف نص الخليط فيه. وهلأ راح أضيف تفاح يلي برشته وجهزته من قبل. وهلأ هون أنا حطيت نص كمية التفاح يلي برشته وراح أحط فوقيهم باقي الخليط. وهلأ راح أحط باقي الكمية من برش التفاح. وهلأ راح أدخلها على الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من 30 دقيقة ل40 دقيقة حسب الفرن تاعكم. وهلأ هون راح أطلعها من الفرن. طلعت معاي بهذا الشكل. طبعا فيكم تزينوها مثل ما بدكم، بس أنا حبيت شكلها وحبيت أخليها مثل ما هي. وهلأ حبيت أقطع لكم قطعة من الكيكة. وهيك بتكون وصفتنا خلصت معنا لليوم. صحتين وألف عافية على قلوبكم كلياتكم. فضلا وليس أمرا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. استنوني بالفيديوهات القادمة إن شاء الله. مع السلامة.